عايزة تعملي احلى تحلية سهلة وبسيطة جدا جدا وسريعة ومش مكلفة خالص خالص بكيس شعرية واحد بس ولو عندك كيلو لبن، او لو مش عايزة تحطي لبن عادي ممكن تحطها بالمية، وتحلية حلوة جدا جدا وطعمها جميل وريحتها بتبقى قلب الدنيا كده. وفعلا فعلا بتعملها في 5 دقايق من كيس شعرية واحد بس. شايفة الجمال ده كله كده من كيس شعرية واحد بس، متماسكة وحلوة جدا جدا، وتحلية صيفية كده سريعة وسهلة. وممكن بقى تحطها في التلاجة تكون ساقعة كده، حلوة جدا جدا. بتحط معلقتين زيت ومعلقة زبدة او سمنة. لو ما فيش عندك زبدة او سمنة بتحمرها بالزيت بس عادي، ما فيش مشكلة. وعندك بقى كيس شعرية بتحمريه كده لما ياخد اللون الذهبي الجميل. يعني شوفي تحلية من كيس واحد بس شعرية هتعملي حاجة مسكرة وحاجة حلوة جدا جدا في الحر اللي احنا فيه ده الايام دي. وكمان يعني سهل جدا وسريع ومبياخدش منك اي وقت خالص خالص، هما 5 دقايق فعلا. دوب كده كيس الشعرية بتحمر، يبقى انت كده خلاص عملت التحلية بتاعتك. بتحمريه كده ايدك فيه على طول علشان ما ياخدش لون ولا يغمق منك، ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه دي. وبعد كده بتكوني غالية كيلو لبن. لو ما عندكيش لبن ممكن برضو تحطي مية عادي خالص، يعني دي او ديت بيمشي وبيبقى طعمها جميل في الاتنين. لازم الشعرية تاخد معاك اللون الجميل، يعني مش ما يبقاش فاتح، يبقى لون حلو كده علشان لما بتحط عليها المية او اللبن حليب يعني لونها بتفرح شوية، فانت لازم تكوني محمراها التحميرة الحلوة دي. وبتنزلي بقى باللبن كيلو، وتحط بس كيس فانيليا او نقرة فانيليا وسكر نص مج كده، او السكر حسب الرغبة، يعني بتحطي كمية كده وبتدوبيه وبعدين بتدوقي. لو حسيت ان هي لسه عايزة سكر بتزودي بقى زي ما انت عايزة، لو حسيتها خلاص كده كويسة يبقى كده خلاص. وبتخلي النار كده هادية، وبتستوي بقى بتتشرب بقى اللبن والسكر كده، بتبقى طعمها وريحتها فعلا قلب الدنيا كده وجميلة جدا جدا. اللي يوصل هنا يا حبايبي ما ينساش اللايك للفيديو، ولو عجبه يشاركه مع حبايبه ويعمل كومنت جميل كده. متحرمش منكم ابدا يا حبايبي، وعلى كل المتابعين وكل حبايبي المشتركين في القناة ربنا يخليهم يا رب، متحرمش منهم ابدا. كده الشعرية بدأت تتشرب كده اللبن. اهم حاجة بتكون النار هادية وبتقلبها على طول عشان ما تلزقش. زي ما انت شايفة كده تحفة كده وجميلة جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهم حاجه يا حبيبتي بيبقى ايدك فيها على طول، وبتكون النار هاديه عشان ما تلزقش في الحاجه اللي انت بتعملي فيها، ولو هي برضو حاجه ما بتلزقش بيكون احسن عشان ما تلزقش. دي تحليه سريعه جدا جدا وتحليه امهاتنا بقى. يعني ربنا يديهم الصحه، حاجه كده كانوا بيعملوها لنا سهله وسريعه كده. اتشربت اللبن كله اهون. وكده بقت تمام. اهم حاجه ما تسيبهاش تلزق، يعني اول ما بتشرب اللبن زي ما انت شايفه كده او الميه برضو خلاص كده بتكون بقى تمام. طفي النار عليها بقى علشان ما تلزقش منك. وتكوني بقى مجهزه صينيه بتنزلي بها كده وهي سخنه زي ما هي كده على الصينيه، وبتفرديها بشكل حلو كده علشان لما تيجي تقطعها تتقطع معاكي بكل سهوله، وتسيبيها بقى تبرد تمام. وبعدين بقى تقطعيها بقى مكعبات كده صغيره زي ما انت عايزه. لو بقى حابة زينيها اي حاجة عندك تزينها بقى تزينيها وتاكلوها بقى يا حبايبي بألف هنا. وفعلا حلوة جدا جدا. لو شايفة ان انت استفدت من الفيديو او يستاهل اللايك ما تنسيش اللايك يا حبيبتي، والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا القناة. وشكرا جدا لوقتكم، مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي.